السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم راح نعمل مع بعض وصفة جميلة ومالحة، وهي كرات مالحة مع الصوص الحامض أو الحلو الحامض بالتمر الهندي. جميل طعمه مع الكرات، جربوه إن شاء الله يعجبكم. وأنا شفت الوصفة وعجبتني وقلت نجربها للأولاد، وطلعت مضبوطة الحمد لله، وطعمها جميل. لكن الوصفة الأساسية في التمر الهندي ما فيها ملعقة سكر، ضروري ملعقة السكر حتى تعطي طعم جميل وتكسر حموضة التمر الهندي. ونبدأ مع بعض مقادير العجين. كوب دقيق وثلثين كوب ماء وملعقة أعشاب وملعقة بيكنج بودر وملعقة ملح وملعقة كركم وملعقة كزبرة ناشفة وملعقة خميرة متوسطة وملعقة فلفل أسود وكمون أيضا، والبصل الأخضر الكرات بملعقة صغيرة جدا أو ربع ملعقة صغيرة. ونبدأ نضعها بإناء كبير. أولا المواد الجافة، الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والملح والكركم والكزبرة الناشفة والكمون والفلفل الأسود، ونحركهم جميعهم معا. وممكن إكليل الجبل أو الروزماري ممكن تلغينه، ثم نضع عليهم الماء ونحركهم جيدا. والباكنج بودر تكون الملعقة متوسطة حتى تعطينا نفشة للكرات، ونحركها جيدا حتى يختفي الدقيق. ثم نضع البصل الأخضر أو الكراث المتوفر عندنا ونحركها أيضا جيدا، والكمية تكون قليلة أفضل حتى تجربيها إذا كانت تعجب طفلك أو لا. ونغطيها ونتركها تخمر ساعة أو ساعتين حسب رغبتك. كل ما زادت في التخمير كل ما كانت مضبوطة تمام، حتى تبان معانا طعم البهارات والأعشاب اللي فيها. وننقع التمر الهندي في ماء حار مغلي ونصفيه في مصفاة بهذا الشكل حتى يتصفى معانا، وناخذ الخلاصة الماء المتصفي ونبدأ نضع عليه المكونات والمقادير. ملعقة سكر كبيرة وملعقة فلفل أسود وملعقة كزبرة ناشفة وملعقة ملح وكمون وفص ثوم مهروس ناعم، ونخلطهم جميعهم معا بهذا الشكل، وتكون بكذا جاهزة معانا الصوص التمر الهندي، ونغمس فيه الكرات ويكون طعمه جميل جدا. وهذه معانا العجين بعد ما تخمرت جاهزة. نحركها ونشيل الهواء منها ونضعها بقمع كيس وتكون جاهزة للقلي. ونضع الملعقة أيضا بالزيت، الملعقة اللي نقيس فيها أو نضع بها العجين نسميها التلقيم، نضع العجين بها ونضعها قبل بالزيت حتى لا يلتصق العجين فيها. وضروري تكون المقادير مضبوطة حتى تكون العجين سائلة بهذا الشكل. وكل مرة نضع العجين بها نعيد نضعها بالزيت مرة أخرى ونسقطها العجين بداخل الزيت، والزيت يكون غزير، ونحركها حتى تحمر وتأخذ لون جميل الكرات. ونعمل كمية منها كبيرة أو نعمل جميع الكمية اللي عندنا نقليها، وهذه هي الكرات. مع التحريك المستمر تطلع معانا اللون جميل، وتشال من الزيت وتصفى بورق نشاف، وتقدم مع صوص التمر الهندي. جميلة جدا ولذيذ طعمها معا، وتقدم لأولادنا بألف هنا وعافية.